ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناة جورج غالي. النهارده يا جماعة جاي لكم بشرح حلو جدا. وطبعا عرفتوا احنا هنشرح ايه من عنوان الفيديو بتاعنا النهارده. وشرح الفيديو بتاع النهارده انا كنت منزل عنه شرحين قبل كده على القناة. سيب لكم اللينكين بتاعهم في الديسكريبشن تحت عشان لو عايزين تتفرجوا عليهم يعني. شرح النهارده يا جماعة طلب مني كتير جدا جدا، وناس بعتت لي على الانستجرام كومنتات كتير هعرضها قدامكم دلوقتي على الشاشة. بيقولوا لي في مشكلة البرنامج ما بيشتغلش، احنا مش عارفين نشغله، احنا زهقنا. يا جماعة البرنامج بسيط جدا جدا، هو بس الفكرة كلها محتاج تركيز شوية وانت بتسطب البرنامج وانت بتشغله وبتعرف عليه المايك بتاعك والكلام ده كله. كل الحاجات دي هنعرفها النهاردة في فيديو النهاردة. بس يا ريت يا جماعة قبل ما نبتدي في الشرح، يا ريت اللي مش مشترك في القناة يشترك دلوقتي ويعمل لايك للفيديو ويفعل زر الإشعارات عشان يوصله إشعار بكل فيديو جديد احنا هننزله الفترة اللي جاية إن شاء الله. يلا يا جماعة من غير كلام كتير نبتدي شرحنا النهاردة. ورجعت لكم تاني. مبدئيا كده يا جماعة علشان ننزل البرنامج هندخل على أي متصفح عندنا، وطبعا أشهر حاجة وموجودة عند معظم الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي وهو الجوجل كروم. هندخل على متصفح جوجل كروم كده وهنكتب في السيرش كلاون فيش بالعربي، عشان أنا بس بحاول أسهل عليكم الموضوع. تمام، هتظهر قدامنا الشاشة بالشكل ده. هندخل على تاني اختيار اللي هو كلاون فيش فور سكايبي. تمام، هيظهر معانا الموقع بتاع البرنامج بالشكل ده. فوق كده يا جماعة هتلاقي انفورميشن داونلود هيلب. تمام، الحاجات دي about contact الحاجات دي كلها. هندخل على الداونلود، هيظهر قدامنا الموقع بالشكل ده. تمام، هتلاقوا هنا يا جماعة النسخ بتاع أنظمة التشغيل بتاع كل جهاز. طيب واحد يقول لي أنا معرفش نظام التشغيل بتاعي إيه، 64 بت ولا 32 بت، أعمل إيه وأنزل أنهي نسخة فيهم؟ تعالى أقول لك تعرف إزاي. مبدئيا كده هنقفل المتصفح دلوقتي، هندخل هنا على this PC properties. تمام، هيظهر لنا المعلومات بتاع الجهاز بتاعنا. هتلاقي مكتوب هنا تمام المعلومات بتاع الجهاز بتاعك. طب لو جينا بصينا على سيستم تايب دي اللي قبل الأخيرة دي اللي أنا معلم عليها بالماوس دي، هتلاقي نظام التشغيل بتاعك 64 بت. فطبعا كل واحد على حسب نظام التشغيل بتاعه، يا 32 بت يا 64 بت، وبناء عليه هينزل النسخة يعني المناسبة لل آه، الكمبيوتر بتاعه أو نظام التشغيل بتاعه. تمام تمام. طيب نرجع للمتصفح بتاعنا تاني، وهننزل النسخة طبعا زي ما قلت لكم يا 32 بت يا 64 بت. وزي ما قلت لكم كده هندخل، هعيد برضو النقطة تاني علشان الناس تركز معايا. هندخل على ماي كمبيوتر بروبرتيز، هنلاقي الاباوت او المعلومات بتاع الجهاز بتاعنا، ونشوف احنا 32 بت النظام بتاعنا ولا 64 بت، وبناء عليه هننزل اي نسخة من النسختين دول. تمام تمام. طيب بعد ما نزلنا البرنامج بتاعنا هنبتدي ان احنا نسطبه زي اي برنامج عندك على الكمبيوتر، تسطيبه سهل جدا. تمام تمام. طيب بعد ما بسطب البرنامج بيظهر عندي على سطح المكتب بالشكل ده. اهي دي الايقونة بتاعة البرنامج بيظهر عندي بالشكل ده. تمام تمام. طيب علشان افتح البرنامج اعمل ايه؟ البرنامج تلقائي بعد ما بيتسطب يا جماعة بندوس هنا بنلاقي الأيقونة بتاعته أهي. طبعا هو هنا المفروض يبقى منور باللون برتقالي، ولكن أنا قافله عندي علشان وأنا بشرح ما يبقاش مغير الصوت. تمام تمام. طيب علشان خاطر أشغل البرنامج أعمل إيه؟ ركزوا بقى في الخطوات اللي جاية دي علشان دي أهم خطوات علشان تشغل البرنامج عندك على الجهاز. طيب هندوس كليك يمين. تمام، علشان نشغل البرنامج ادوس هنا تيرن اون. تمام تمام. طيب انا مش محتاج التيرن اون دلوقتي، ولكن خلينا نشرح اهم الخطوات علشان البرنامج اصلا يشتغل عندك ويغير الصوت. تمام تمام. طيب هنخش هنا على كلمة سيت اب، واول واحدة اللي هي السيستم دي هيظهر عندنا الصفحة دي. طيب الصفحة دي مكونة من ايه؟ هنا بيقول لك
سطب الميكروفون وال... والستيريو ميكس والحاجات دي كلها. تمام. بتسطبها. طبعا لما بتيجي تسطبها هنا اللي هو بتدوس انستول، بيظهر قدامك ايه؟ كلمة ريموف، اللي هو اوريدي خلاص اتسطب على البرنامج. يعني انت تمام سطبته بنجاح. فاهمني؟ كل التسطيب محتاج ايه؟ ان انت تدوس على انستول، بدل ريموف دي بتبقى مكتوبة انستول، فانت بتدوس ناحية الميكروفون كده، بتدوس عليها بتكون مكتوبة انستول، وبتدوس عليها لحد ما بتبقى ريموف، وبس كده. تمام. تمام. طيب، علشان اعرف اسم المايك بتاعي، عشان اعرف اسم المايك بتاعي علشان ادوس انستول، انا ما اعرفش هل اول واحده دي المايك بتاعي ولا تاني واحده ولا ايه. في ناس فعلا ما تعرفش. طيب، علشان تعرف تروح فين، هنيجي هنا على علامه السماعه دي وندوس ساوند، ونيجي هنا ندوس ريكوردنج. شوفوا يا جماعه وانا بتكلم معاكم، في يعني مؤشر اخضر كده بيطلع وينزل، هو ده الميكروفون بتاعي، هو ده الميكروفون اللي انا بتكلم منه دلوقتي. تمام كده. تمام. يبقى احنا عرفنا انه المايك بتاعي هو تاني واحد ده. طيب، خلاص الخطوة دي خلاص تمام. يا رب يكون الشرح سهل وبسيط بالنسبة لك. تمام. تمام. طب هل في السيت اب دي انا محتاج حاجة تاني غيرها؟ او محتاج. هاجي هنا عند ميكروفون. تمام. ظاهر لي اول واحدة الديفولت، تاني واحدة المايك بتاعي اللي انا بتكلم منه دلوقتي، وتالت واحدة الأخيرة اللي هي ستيريو ميكس. طب أنا محتاج إيه؟ تمام. واحد يقول لي يا جو، طب أنا محتاج إيه؟ محتاج إن أنا واقف على الميكروفون، هختار هنا الميكروفون أعلم عليه. تمام. تمام. طيب، الأوديو أوتبوت، لو مخرج الصوت بتاعي، مخرج الصوت بتاعي عندي هنا 7 اختيارات، أنا أختار إيه؟ هختار السبيكر. هختار السبيكر. ركزوا يا جماعة في كل نقطة أنا بعملها أو بشرحها لكم في الجزئية دي، عشان الجزئية دي مهمة جدا جدا جدا. تمام. تمام. طيب، بعد ما خلصت الإعدادات من مؤشر سيت أب دي، تمام، ظبطت إعداداتي من هنا، وجيت هنا تمام على الميكروفون، اخترت ميكروفون، والأوديو أوتبوت اخترت السبيكر. تمام. تمام. طب يا جو، هل كده يعني البرنامج جاهز ان هو يشتغل معايا؟ بنسبة 100%. البرنامج شغال معاك وزي الفل، وهعمل معاك تجربة عملية دلوقتي حالا عشان اوريك ان البرنامج شغال. تمام. تمام. نفس النظام الويندوز اللي عندي هو اللي عند اغلبية الناس اللي بتتفرج عليا، فالبرنامج ما فيهوش اي مشكلة خالص. تمام. تمام. يلا نشوف البرنامج هنشغله ازاي. هدوس هنا كليك يمين وادوس ترن اون. تمام. هنلاقي الايقونه بتاعت البرنامج اتحولت لايه؟ للون ده. تمام. تمام. طيب، هاجي هنا هدوس على سيت فويس تشانس بالشكل ده. تمام. وهعلم هنا. تمام. تمام. وهتلاقوا اصلا كده كده صوته اتغير دلوقتي معاكم، اكيد مليون في المية صوته اتغير دلوقتي. تمام. نختار بقى هنا كل دي افكتات. نختار الافكت ده. تمام. او الافكت ده، او ده. تمام. يا رب يكون الصوت بس واضح معاكم. او صوت الهيليوم ده. تمام. سامعيني كده كويس؟ اتمنى ان الصوت يكون كويس عشان الشرح بس. تمام. تمام. وهنا عشان الغي الافكت بتاع الصوت بدوس هنا كلير افكت. تمام. وبرجع للصوت الطبيعي بتاعي. تمام كده. تمام. يبقى البرنامج اشتغل يا جماعه، ما فيهوش اي مشكله. البرنامج سهل يا جماعه، ما فيهوش اي مشاكل، ومجاني مليون في المية. وزي ما انتم شفتوا كده، نفس النظام اللي عندي بتاع التشغيل ونفس الويندوز هو اللي عند الناس كلها اللي بتتفرج عليا. فطبقوا الخطوات اللي انا شرحتها، وان شاء الله يا جماعة البرنامج يشتغل معاكم وتقدروا تستخدموه زي ما انتوا عايزين، سواء العاب، سواء محادثات صوتية، على اي برنامج تتخيلوه هيشتغل معاكم. مفيش اي مشكلة، وتقدروا بقى تهزروا وتضحكوا وتعملوا مقالب في اصحابكم. برنامج جميل جدا جدا، ومن افضل برامج تغيير الصوت المجانية، وسهل واستخدامه بسيط جدا جدا. اتمنى يا جماعه ان الناس كلها تكون ركزت وفهمت والشرح كان بسيط، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهارده. وده اخر شرح للبرنامج ده على القناه، علشان بجد بجد في حاجات وفيديوهات احلى جايه الفتره اللي جايه. بس مش طالب منكم غير الدعم، لايك على الفيديو وشير للفيديو، واللي مش مشترك في القناه بيتفرج عليا يشترك دلوقتي
وتابعني علشان ان شاء الله في دروس حلوة جدا جدا، وفي شروحات وفي فيديوهات حلوة قوي الفترة اللي جاية هتنزل على القناة. شكرا ليكم ولوقتكم، معلش طولت عليكم فيديو النهاردة، بس كان لازم اشرح بالتفصيل علشان خاطر الناس كلها تستفاد. شكرا ليكم، واستنوني فيديوهات تانية. سلام.